ولو انت مش عارف بقى الحدود بتعمل ايه بالظبط، فتعالى اقول لك ان الناس اللي بتخترق الحدود اصلا هم مش عارفين يعني ايه حدود. هم بيخترقوا حدودك لان هم مش فاهمين انا اعمل ايه او ما اعملش ايه. ولو الموضوع زاد يعني زياده كده بيقولوا ان هي بتبقى بجاحه بزياده، فهم بيكونوا عارفين ايه الحدود وبيخترقوها، لان ببساطه حضرتك مش عامل لك سور محاوط نفسك بيه وبتقول مين يدخل ومين يطلع. اهم حاجتين في الحدود بالنسبه لي، وده اللي انا بشوفهم فيري كومن جدا مع بني ادمين، هي الحدود الفكريه والحدود الشعوريه. بمعنى ايه؟ هلخصهم لك بالراحه قوي كده. لو جالك حد بيقول لك ان الكلب بتاعه مات وجاله هستيريا عياط وقعد يعيط ويصرخ لمجرد ان الكلب او القطه بتاعته ماتت، انت ممكن تشوف الموضوع ده ان هو عادي، يعني ان عادي ان الكلب يموت، وعادي برضو انك تراعي البني ادم اللي قدامك ده. كل حد كده الموضوع كويس، لكن انت مش من حقك انك تسخر من مشاعر حد، مش من حقك انك تقلل من الوجع ولا الشعور اللي بيحسه الشخص اللي قدامك، لان ببساطه انت غيره. احدى الحاجات اللي لازم تحترمها حدود اللي قدامك الشعوريه. يعني ما ينفعش تقول لحد على فكره انت دراما كوين قوي وزهقتيني، كفايه حزن بقى. من حقك تاخد وقتك في الحزن ومن حقك تزعل على ايه؟ والمده بتاعتها قد ايه؟ اما بقى بالنسبه للحدود الفكريه، ودي اللي احنا ما شاء الله عندنا هنا منتشره جدا، احنا ممكن نخبط بعض ونضرب بعض ونتراشق بالالفاظ لمجرد ان انا زملكاويه وحضرتك اهلاوي. احنا ما عندناش تقبل الفكره والفكره الاخرى. عايز تبقى بني ادم عارف حدودك، عادي جدا ان انت تختلف مع اللي قدامك سواء في معتقد سياسي او معتقد كروي او حتى معتقد ديني. جزء من الموضوع ده بيخليك اوبن مايندد، ومش اوبن مايندد باللي انتوا فاهمينه، لا اوبن مايندد يعني تقبل ثقافه الاختلاف. جزء تاني بيخليك طول الوقت عارف حدودك، وبيخليك انت بعيد عن الاذى. وبالتالي فلما حد يجي يخترق حدودك اللي انت عارفها فانت بتبعده. الزم حدودك عشان ما تقعش تاني في نفس المشاكل اللي انت فرطت فيها في حدودك قبل كده وجيت تعيط. شكرا.